سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموجز الإخباري المتجدد، حيث نرصد فيه آخر المستجدات التي تهم الشأن الوطني والدولي، ونستهل تفاصيل نشرتنا من الجارة الشمالية للمملكة، حيث تتجه الحكومة الإسبانية ذات التوجه اليساري نحو تنزيل برنامج طموح يهدف إلى مراجعة وتصفية الوضعية القانونية للمهاجرين المتواجدين فوق ترابها. هذا الإجراء الإنساني، وحسب ما أكدته وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة آلما سايز، من المنتظر أن يشمل زهاء نصف مليون شخص، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها حقنة حياة للاقتصاد الوطني الإسباني. ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المبادرة ستفتح أبواب الاندماج أمام المهاجرين الذين ثبت وجودهم في البلاد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، شريطة دخولهم قبل ما تم شهر ديسمبر من عام 2025. هذا التحول القانوني لن يمنح المستفيدين ومن بينهم جالية مغربية عريضة بطاقة الإقامة فحسب، بل سيخول لهم الولوج القانوني لسوق الشغل في مختلف القطاعات والجهات الإسبانية، مما يشكل محطة مفصلية في مسار إدماجهم الاجتماعي والمهني داخل النسيج الإسباني. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة بإذن الله.